خليني أسألك سؤال بصراحة. أنت آخر مرة دماغك سكتت فيها كانت إمتى؟ مش سكتت يعني نمت، لأ، سكتت يعني مفيش تحليل، مفيش قلق، مفيش سيناريوهات. لأن الحقيقة دماغك شغالة طول الوقت. وأنت بتذاكر بتفكر، وأنت قاعد مع أصحابك بتفكر، حتى وأنت بتضحك في جزء جواك لسه بيحلل كل حاجة. ليه قلت الكلمة دي؟ هو قصده إيه؟ طب لو حصل كذا؟ طب لو فشلت؟ سؤال ورا سؤال، وسيناريو ورا سيناريو، لحد ما تحس إن دماغك بقت زحمة أفكار. ولو فضلت كده كتير هتحس إنك مرهق من غير ما تكون عملت حاجة. بس خليني أقولك حاجة مهمة. أنت مش مجنون، وأنت مش ضعيف. أنت بس واعي زيادة، وعقلك عنده طاقة تفكير كبيرة. المشكلة مش في التفكير، المشكلة إن التفكير سايبك من غير قائد. عقلك بقى زي عربية موتورها قوي جدا، بس مفيش حد ماسك الدركسيون، فكل شوية يخبط في حيطة. اللي بيحصل ده اسمه overthinking، التحليل المفرط. عقلك يحاول يتوقع كل حاجة قبل ما تحصل. طب لو الموضوع فشل؟ طب لو الناس ضحكت؟ طب لو غلطت؟ فتحاول تحسب كل الاحتمالات. لكن اللي بيحصل فعليا إنك بتدخل في متاهة أفكار. كل سؤال يجيب 10 بعده، وكل احتمال يفتح باب خوف جديد، لحد ما تلاقي نفسك مش بتتحرك، واقف. مش لأنك مش قادر، لكن لأنك فكرت زيادة. طيب الحل إيه؟ هل المفروض نبطل نفكر؟ لا، لأن التفكير أصلا نعمة كبيرة، لكن لازم تتعلم توجهه. أول خطوة: اكتب. أيوة، ورقة وقلم. دماغك مش معمولة عشان تشيل كل الأفكار دي، هي معمولة عشان تعالجها. كل فكرة تسيبها جوه دماغك هتلف وتكبر، لكن أول بتكتبها هتطلع بره، وفجأة هتلاقي نص الأفكار دي كانت مجرد تهويل، أشياء بسيطة دماغك كانت مكبرة حجمها. تاني خطوة: خصص وقت للتفكير. التفكير نفسه يبقى موعد، 15 دقيقة أو نص ساعة كل يوم. ده الوقت اللي تفتح فيه كل الملفات، تفكر براحتك، تحلل، تسأل. لكن لما الوقت يخلص تقفل الملف، وأي فكرة تيجي بعد كده تقول لنفسك مش وقتها دلوقتي. لأن طول ما التفكير ماشي بدون حدود هيفضل يستهلكك. آخر خطوة: غير نوع الأسئلة. الأوفر ثينكينج بيعتمد على سؤال واحد دايما: طب لو حصل الأسوأ؟ لكن السؤال الأقوى هو: طيب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ بدل ما تسأل ليه دايما الدنيا ضدي، اسأل إيه أول خطوة أقدر أعملها. السؤال الأول يحبسك، السؤال التاني يحركك. افتكر حاجة مهمة: دماغك مش عدوك، لكن لو سبتها تقود حياتك لوحدها هتوديك في طرق مظلمة كتير. القادة الحقيقيين مش الناس اللي بتفكر أقل، بالعكس، المبدعين والعباقرة والمفكرين الكبار كانوا بيفكروا أكتر من أي حد. لكن الفرق إنهم كانوا ماسكين زمام أفكارهم، مش العكس. فبدل ما تهرب من دماغك، اتعلم تقودها. لأن التفكير الزيادة مش لعنة، هو طاقة ضخمة، لكن يا إما تستخدمها تدفعك لقدام، يا إما تسيبها تستخدمك. والاختيار في دماغك أنت.